نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. رجل ثري كبير في السن. هل استقرت هبة عبوك على بديل حكيمي؟ إليكم هوية الرجل الذي رصدت في أحضانه. لم يعد أشرف حكيمي يدخل ضمن اهتمامات الممثلة التونسية الأصل هبة عبوك، لا من قريب ولا من بعيد. وبات في المشهد رجل آخر هويته صادمة جدا، ما دفع بأغلب المتابعين الذين شاهدوا الصور لمهاجمتها ووصفها بأبشع النعوت. هو ليس الرجل الأول الذي نشرت هبة عبوك صورها معه بعد أشرف، لكن هذه المرة الصورة أتت أكثر حميمية وتدل على علاقة أعمق بكثير من تلك التي جمعتها سابقا بصديقها بلايو ديلز، عارض الأزياء المقرب جدا منها. هذه المرة الموضوع يبدو أنه مختلف، وتفاصيله هي التي استفزت كثيرين. بالنسبة لهبة فإن أشرف عبارة عن صفحة طوتها إلى غير رجعة، أو وفق تصريحاتها السابقة كابوس وانتهى بالفعل. تصدر هذا الثنائي العناوين حول العالم بأسره، بالأخص بعدما أشيع عن مطالبة عبوك لأشرف بمنحها نصف ثروته. كان هبة وأشرف ترند عالمي لكل من يهتم أو لا يهتم حتى بالشأن الرياضي. نشر كثير من التفاصيل عن الدعاوى المرفوعة بين الثنائي، وعن الثغرة التي لجأ إليها اللاعب بتسجيل كل أمواله لصالح والدته، في إشارة واضحة منه إلى أنه يعلم أنها ستسعى خلف أمواله في حال حصل الطلاق. وهذا بالضبط ما سيق في الإعلام أنه حصل بالضبط، وهو ما جعل هبة تخرج من هذه العلاقة خالية الوفاض عكس ما كانت تأمل عند الانفصال، لأن الشائع في حالة الزواج المدني هو اقتسام الأملاك عند الطلاق. وبعد انفصالها الرسمي والقضايا الكثيرة التي رفعت من أجل إتمام مراسم الطلاق، بدأت هبة تظهر في أكثر من مناسبة مع أصدقاء لها. تصدرت صورها العديد من أغلفة الصحف، وباتت التكهنات تحوم حول ما إذا كانت بالفعل تخطت علاقتها مع أشرف بعلاقة أخرى مستجدة. لكن المفاجأة الكبرى تمثلت بما نشرته مؤخرا عبر حسابها على انستغرام، حيث شكلت موجة الصور الأخيرة سببا للهجوم على الممثلة، ووصفها بأنها المرأة التي تبحث عن المال فقط في العلاقات، ولا يهمها سوى أن تكون مع رجل بإمكانه الصرف عليها ببذخ، بالأخص بعد كل ما سيق في قضيتها مع حكيمي ومطالبتها بمبالغ طائلة. الرجل يدعى أليكس إيتيل تيلي، إسباني من برشلونة، وهو رجل أعمال ثري جدا ومعروف بشكل واسع ضمن مجتمع الممثلين والطبقة المكملية، إذ يملك شركات ترويج وتسويق كبيرة جدا، ويعرف أنه يستقبل كل صيف في منزله ثلة من المشاهير حول العالم، وعلى رأسهم حتى رؤساء دول أمثال الرئيس الفرنسي السابق فرانسو ساركوزي وعقيلته. نشرت عبوك صورا معه عبر حسابها على انستغرام، وقد ظهر الثنائي على شرفة منزل في تونس، فيما ظهرت عبوك في وضعية حميمية جدا مع هذا الرجل الذي يبدو عليه التقدم بالسن. علقت عبوك على الصورة بالقول: ما أجمل تمضية الوقت مع عائلتك. لكن بعد البحث تبين أن هذا الرجل ليس تحديدا من عائلة عبوك، فقد نشر عبر حسابه الصور نفسها، وعلى ما يبدو أنها صور للترويج للسياحة في تونس. لكن تبين أيضا أنها ليست المرة الأولى التي ينشر خلالها صورا تجمعه بهبة، إذ سبق ونشر صورة لهما سويا وعلق عليها بالقول: مع حبي. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.